عليكم. والحقيقة أنا مش جايب معايا برزنتيشن ولا وسائل إيضاح، ولكن أنا هبتدي الموضوع بشكل تاني. وأنا فكرت في الأول إن أنا إزاي أوصل الفكرة بدون ما يبقى فيها مصطلحات فنية. وبعدين لفت نظري علبة البريمو. العلبة دي بتمثل يعني خلاصة المحاضرة كلها. دي كده الملكية الفكرية مشروحة فيها. العلبة من خلال صناعتها دي طريقة صناعة وبراءة اختراع محمية للملكية الفكرية. الرسمة اللي عليها دي ده شكل صناعي، ورسمة كده بتعمل منظر دي برضه محمية بطريقة تانية للملكية الفكرية. جوه المشروب نفسه ده بيسمى سر صناعي، برضه محمي بطريقة تانية خالص. فالملكية الفكرية داخلة معانا في كل حاجة، رغم إن إحنا ممكن تبقى هي بيقع في فكرنا أساسا مش معتقدين إن هي معانا، لكن تقريبا في كل لحظة إحنا بنتأثر بالملكية الفكرية. الظريف في الموضوع إن بداية ما بدأت يبقى فيه اهتمام بإن يبقى فيه تنظيم قانوني حقيقي للملكية الفكرية، كان فيه مشكلة في الأطراف الدولية اللي عملت القصة دي. العالم زي ما انتم عارفين عالم أول وعالم تاني وثالث ورابع، يعني واحنا الله أعلم عارفين بالظبط دول، لكن أكيد مش الأول. العالم الأول وهو تحت قيادة أمريكا هم اللي تبنوا موضوع إن لازم يبقى فيه حماية دولية للملكية الفكرية. قبل القصة دي كانت حماية محلية بحتة. يعني أنا عشان أبدأ تسجيل براءة الاختراع أنا باخدها بصفة إيه؟ بصفة المواطن المصري يحميني القانون المصري. لما أخترع حاجة ينفع أسجلها هنا في مصر، بسجلها لحظة التسجيل أصبحت أنا واخد حماية بنقدر القانون الوطني. لكن بره مصر هل ليها حماية؟ لا طبعا، لأن القضاء ملوش ولاية بره مصر، ولا القانون المصري له ولاية بره مصر. نفس القصة دي كانت موجودة في كل بلاد العالم. فالقصة دي تسبب عنها إيه؟ اللي كان بيخترع اختراع في مكان ما ينفع يتسوي في مكان تاني. احنا وضعنا احنا كدول عالم ثالث غالبا احنا كنا بناخد الاختراعات بتاعتنا. ومعنى اصح القصه دي كانت بتفيدنا قوي في الادويه. الادويه الرخيصه اللي موجوده هنا في مصر اغلبها ماشيه على اساس المبدا. الاختراع بيتم بره، بيتسجل بره، احنا هنا بننتجه وخلاص. ممكن نسجله. طبعا ده في الماضي. لما حصل الدول اللي هي العالم الاول حاولت يعني تعمل حمايه القصه دي، عملت اخترعت مبدا الحمايه الدوليه. فدلوقتي الاختراع اللي بره محمي هنا، والعكس صحيح. حاليا احنا نوعا ما بما اننا ما عندناش اختراعات فنوعا ما خسرانين في القصه، ولكن في ميزه دلوقتي بما اننا يعني الجيل الجديد اكيد الجيل يعني افضل بكتير من الاجيال السابقه وعنده مقدره على انشاء حاجات ما كانتش موجوده. فدلوقتي الموضوع ده ممكن يفيدني ان انا لو هختار حاجه دلوقتي انا ضامن ان مستقبلا ليها حمايه دوليه. ده كل ما احنا بنتكلم في حاجه اسمها الملكيه الصناعيه، ده جزء كده من الملكيه الفكريه. الجزء الثاني بقى اللي هو يمكن كلنا موجودين فيه هو حق المؤلف. يعني الدكاتره هنا مثلا الكتب اللي بيكتبوها دي الحمايه بتاعتها. هو مجرد ما كتب الكتاب هو اصبح له حمايه لوحده كده وفقا لقانون حق المؤلف. هل المفروض ان هو يعمل حاجه عشان ياخد الحمايه؟ لا، هو مجرد كتب خلاص خد الحمايه. طب الفكره في ايه بقى؟ ليه بنسمع يقول لك ان انا عايز اعمل ايداع للكتاب الفلاني؟ انا بعمل ده عشان اثبت ان ده كتابي. انا ممكن اكون كاتب كتاب فعلا وفقا للقوانين المحليه والدوليه ده بتاعي، بس لو واحد جه سيره هثبت ازاي ان هو كتاب؟ المشكله هنا
فالإيداع هنا بيديني وسيلة إثبات قوية. في طبعا وسائل ثانية، يعني لو أنا نشرته وأنا ما وضعتوش ونشرته وعندي إثبات إن أنا نشرته سابقا. يعني مثالا أنا كتبت مقالة ونزلتها في الأخبار أو الأخبار أو أي حاجة. طبيعي المطبوعة دي أنا تاريخ. لما يجي بعديها بفترة حد تاني ياخدها وينقلها ويحط اسمه عليها. أنا بالرغم إن أنا ما عملتش أي إجراء حماية، ولكن النشر والدليل النشر اللي معايا في ذاته بالنسبة لي. فقصة حق المؤلف ده يعني تقريبا ده الحق العام. لأن احنا لما أنا اتكلمت من شوية على براءات الأخطاء والكلام ده على جزء معين بس من كده. أنا لازم يكون أنا الحاجة اللي أنا هسجلها براءة أخطاء تكون قابلة للتطبيق الصناعي. يعني عندك مثالا أعظم نظرية يعني اتعملت في القرن العشرين هي نظرية النسبية. يعني أنا أعتقد ذلك، أنتوا طبعا في علوم أكيد عندكم فكرة عن النظريات الأعظم. يعني فنظرية النسبية ذاتها ما ينفعش يطلع بيها إطلاقا. ولكن لو حد ما منكم مثالا دلوقتي قاعد فكر في طريقة يستغل بيها نظرية النسبية في إنتاج أي حاجة يقدر ياخد بيها براءة اختراع. وإنما أينشتاين نفسه ما ينفعش ياخد براءة اختراع على النظرية، لأن هي النظرية ذاتها نظرية. لكن لو حد شرحها في كتاب او هو شخصيا شرحها في كتاب بقى في حق مؤلف. يعني هو لو شرح النظريه بتاعته في كتاب اصبح محميه بقانون حق المؤلف. فهنا دي قصه ثانيه. يعني حق المؤلف ده دايما هو اللي بيحميه ابتداء. طيب حق المؤلف ده هيقعد معايا كام سنه؟ لو انا فرد عادي طول حياتي و50 سنه بعد الوفاه. طبعا ده النظام اللي سائد في اغلب الدول يعني، ولكن في دول ثانيه بتمد عن كده. لكن لو انا مؤسسه، لو هي المؤسسه هتالف، لا هي مش الفكره المؤسسه هتالف. يعني مثالا لو حد الف حاجه وباع الحق المالي لشركه ما، او الشركه من البدايه تعاقدت مع مجموعه مؤلفين وقالوا الفوا لنا حاجه ويمكن هتكون سنويه. يعني مثلا كليه العلوم طلبت من مجموعه من الباحثين ان هم يعملوا بحث وتحت الطب بيدعوه البحث ده، يعني اصبح مبنيه الكليه الحق يبتدي بتاعها من امتى؟ 50 سنه من لحظه النشر. ملوش علاقه بالمؤلفين وحياتهم وطبيعتهم. فده بالنسبه لمده الحمايه في حق المؤلف. لكن لو رجعنا تاني براءات الاختراع، انا براءة الاختراع بقعد فيه كام سنه؟ ليه 20 سنه بس. وطبعا 20 سنه بدأت كل سنة بدفع الصوت. لو دفعت الصوت الحاجة الثانية برضه الخلاف ما بين الاثنين. حق المؤلف لو أنا ألفت هنا في مصر الكتاب أوتوماتيك محمي في كل دول العالم اللي أعضاء في معاهدة بيرن. المعاهدة دي تقريبا أغلب دول العالم موجودين فيها. فأنا مجرد ما خدت حمايتي في مكاني أقدر أحتاج بيه في أي مكان تاني. مش بعمل أي إجراء غير بس إن أنا يبقى معايا وسيلة تثبت لو حصل وحد اعتبر إن أنا كنت قاصد أنا صاحب الكتاب ده أو المؤلف ده أو العرض ده أو المسرحية دي. هي الموضوع كده يعني مش بس كتب، يعني هو لدرجة حتى الرقص الإبداعي ده محمي برضه. بس هي الفكرة كلها بيبقى متصور أو متسجل أو موصوف. الخطبة اللي يعني عايز أقول لسعادتك لو أنا حطيت خطبة شفهية وسجلتها دي برضه محمية. بينما براءات الاختراع رغم ان هي ليها حمايه دوليه لكن واقعيا مش الحمايه مش لان في اجراءات بالتالي. انا عشان اعمل براءه اختراع مثلا في مصر وعايز احميها في كل دول العالم بدفع رسوم في كل المكان. طبعا ده واقعيا ما بيتمش الا مع الشركات الكبيره جدا. يعني شركه زي شركه كولا مثلا دي طبعا هو بيعمل خدوا براءه اختراع في كل دول العالم. لكن مثلا شركه هنا في مصر اكيد لو هتعمل ده مش هتعمله كده. يعني هتعمل 3-4 دول اللي هي حاسه ان هي السوق بتاعها فيها. انما حق المؤلف ده مفتوح. مجرد بس انا الفت واثبتت ان انا الفت والامور مشيت معايا. في حاجات برضه انا يعني طبعا انا بحاول الم الموضوع ان انا ابسطه يعني قدر الامكان. في حاجه ثانيه برضه في موضوع الملكيه الصناعيه اللي هي برضه متعلقه ببعض موضوع المؤشرات الجغرافية. بقول ده ليه؟ لأن احنا هنا في مصر تقريبا نوعا ما مش مستفيدين من كل الكلام اللي احنا بنقوله ده. يعني ده
بنسمعها من بره وبره بيستفيدوا بيها، اما احنا هنا ما فيش استفادات. في حاجه طلعوها اسمها المؤشرات الجغرافيه. ان انا مجرد مثال لو اسكندريه مشهوره بانتاج عنب معين، يعني كنت اسمع عن عنب كرموز مثلا، لو اتسجلت دي كعلامه جغرافيه اصبح العنب اللي طالع من اي مكان تاني ما ينفعش ياخد المسمى، لانها مثلا مشهوره اللي هي بتنتج شيء مميز. الكلام ده استفدت فيه دول كتير قوي معايا. يعني عندك المكسيك مثلا كانت بتنتج مشروب معين كده من الصبار اسمه تكيلا، ده كانت دول كتير منها بتنتجه وبتحط الاسم ده على العالم. هما لما سجلوا منعوا الاسم ده يتحط تماما. عندك مثال الجبنه الوقفه. الجبنه الوقفه دي اساسا في منطقه في فرنسا اسمها وقفه. المنطقه دي برضه لما عملوا تسجيل الاسم اصبح دلوقتي حتى انت لو رايح تشتري جبنه وقفه ما هتلاقيش مكتوب عليها وقفه، تلاقي جبنه يقول لك بلو شيز، جبنه زرقاء. الوحيده اللي مكتوب عليها وقفه اللي هي منتجه فعلا في فرنسا في المدينه. فكده انت قفلت على نفسك. هنا مثلا في مصر لو حصل موضوع القط المصري مثلا، في حاجات كتير هنا في مصر متميزه بيها بس هي محتاجه اللي يحطها في المياه. فخلاصه الموضوع المشكله الفكريه يعني لو حصل وتم الاستفاده بيها فعلا هتكون وسيله للهروب بحاجات كتير او خصوصا يعني اكتر ناس ممكن تستفيد بيها كلهم يعني لان انتوا مرتكبين دايما، فوجود الابتكارات في حياتكم يحتاج لحمايه، لان انا طول ما انا ببتكر وحاجتي ممكن تتسرق وبنتهي السهوله انا بطل ابتكار. وطبعا انا كان نفسي في اكتر من كده اتكلم معاكم، لكن الدكتور واحمد كان قايل لي ربع ساعه واعتقد ان انا ما استاهلش.